إلهي في جمالك نورا شع في دروب الأنبياء. أنت في العقول آية حق، وفي القلوب حجة الأتقياء. إن كابر الحاقدون وخانوا لن يطفئوا الشمس في العلياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المضمون الوارد في أحاديث النورانية قطعي الصدور عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله. وردت به روايات كثيرة من طرق العامة ومن طرق الخاصة فاقت حد التواتر. ذكرنا بالأمس الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام في مخاطبته لأبي ذر ولسلمان عن حقيقة النورانية. ويستفاد من نص هذا الحديث جملة من الحقائق المعرفية الهامة نتوقف على بعضها. الحقيقة الأولى أن معرفة أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية من الواجبات الشرعية والعقلية على كل مؤمن ومؤمنة. الذي لا يعرف هذه الحقيقة ويجهلها أو لا يذعن لها ويقبلها يختل إيمانه بحسب ما ورد في نص الحديث. هنا سؤال ربما يتفرع على هذه القضية، وهي أن معرفة النورانية قضية عميقة جدا ودقيقة لا يدركها إلا بعض الخواص، حتى عموم الخواص لا يمكن القول بشكل مطلق أنهم معها. فكيف أوجبها أمير المؤمنين على عموم أهل الإيمان؟ قال كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يعتقد بها. فهذا نوع من التكليف للناس بأمر فوق طاقتهم، فوق استعدادهم. حتى أوضح هذه القضية لابد من تقديم مقدمة، خلاصتها أن الإنسان الذي يمتحن ويمتحنه الباري عز وجل 3 أنحاء من الامتحان يمر به الإنسان. تارة الامتحان يكون لعقله، وتارة الامتحان لنفس العبد، وتارة الامتحان للقلب.
أحاديث النورانية تقول بأن الإنسان الذي يعتقد بولاية أمير المؤمنين بحسب ما ورد في حديث النورانية، هذا امتحن الله قلبه للإيمان. ما قالت امتحن عقله، وما قالت امتحنته أو امتحنه. منه يفهم بأن هناك امتحان للقلب غير الامتحان للعقل، وامتحان للعبد غير الامتحان للعقل وللقلب. أحاديث النورانية التي بها يكتمل الإيمان ويصبح الإنسان شيعيا مستبصرا مواليا كاملا بالغا تدور على امتحان القلب، مو امتحان العقل. امتحان العقل يتم بسعة دركه. إذا كان العقل واسع الدرك هذا امتحانه. وبن قال قائل: سعة درك العقل ليست اختيارية. شلون يمتحن فيه الإنسان؟ الجواب: اختيارية، بالمقدمات التي يختارها الإنسان فيوسع من مداركه العقلية. إذا الإنسان لا يريد أن يفكر، لا يريد أن يطالع، لا يريد أن يسمع الروايات أو يقرأ الروايات ويقرأ الآيات ويتدبر فيها، طبعا عقله يكون ضيقا. ولكن إذا أجهد نفسه في المعرفة، طلب المعرفة وقرأ النصوص، آيات، روايات، احتك بالعلماء، سألهم، تعلم منهم، وسع أفقه. فالاختبار والامتحان للعقل يكون بسعة العقل، بسعة مداركه عبر سلوك المقدمات. وهناك امتحان للعبد، الله عز وجل يختبر عبده باختبار إرادته. يشوف إرادة العبد شقد قوية وشقد ضعيفة. النورانية لا تدور على امتحان العقل، لأن المسألة فوق العقل، ولا تدور على اختبار إرادة العبد، وإنما تدور على اختبار القلب. اختبار القلب بالإذعان والتسليم. إذا كان القلب طيعا خاشعا خاضعا ليس صلبا ميتا، قلب إذا مات يصير كالصخر كالحجارة، ليس له طراوة، ليس له ليونة، فطبيعي المعاني العالية، الحقائق العالية لا يتقبلها. أما إذا صار القلب ممتحنا، يعني مسلما مذعنا، يقبل الحقائق البعيدة ولو كانت صعبة، حتى إذا لا يدركها يسلم لها، يذعن لها. والإنسان ليس بالضرورة يذعن بكل شيء يعتقد يتعقله. وهي أشياء الإنسان ما يدركها في عقله، ولكن بقلبه شنو؟ يدركها ويذعن لها. إذا نعود إلى السؤال أنه كيف يكون المطلب بدرجة من العلو والسمو بعيد عن الأذهان؟ أمير المؤمنين يقول معرفته، وهو معرفة الإمام بالنورانية، واجب على كل مؤمن ومؤمنة. الناس أصناف ومراتب، مو كلهم على مستوى واحد. كيف يكون أمر دقيق وعميق واجب على العموم
وفي العموم من لا يدرك مثل هذه الحقائق. هذا هو السؤال. أما الجواب: المعرفة بالحقائق على قسمين وليست على قسم واحد. القسم الأول المعرفة التفصيلية، أي بكل جوانب الحقيقة يدركها ويتعقلها ويذعن لها. سلام عليكم ورحمة. القسم الثاني المعرفة الإجمالية، يعني شيء من المعرفة يكون عنده بحسب عقله، ولكن بحسب قلبه يسلم لكل الحقيقة. المعرفة التفصيلية من شؤون الخواص، من شؤون العلماء أهل الفضل. المعرفة التفصيلية بالنورانية هذه من شؤونهم. أما المعرفة الإجمالية بالنورانية ممكنة لعموم الناس، كل الناس يمكنهم أن يدركوا هذا الشيء عبر طريقين. الطريق الأول أن يعرفوا بعض الفضائل والمناقب المتعلقة بالإمام عليه السلام، مناقب النورانية اللي بالأمس تحدثنا عنها. بالمنهج العلمي والعقلي يدركون بعض هذه المناقب. النحو الثاني الأشياء التي يصعب عليهم دركها، لا يدركونها ولا يعرفونها، يذعنون بقلوبهم إليها، يسلمون بقلوبهم إليها. والمطلوب في النورانية هو التسليم والإذعان وليس الدرك. لذلك أمير المؤمنين يقول: اللي يعرف مقامنا في النورانية هو مؤمن امتحن الله قلبه، ما امتحن عقله ولا امتحن إله، امتحن القلب. إشقد شامل وحاوي على قلب واسع طري خصب لين يذعن للحقائق الغيبية. وبهذا يرتفع هذا الإشكال، لأن المعرفة قسمان وليست بقسم واحد. إذن نستفيد من هذه الجملة، من هاي الحقيقة، أنه لا يصح للمؤمن وللمؤمنة أن يكتفيا بالمعارف البسيطة الساذجة التي أخذوها عن تقليد من دون معرفة، من دون وعي. المطلوب المعرفة العميقة، المعرفة الراسخة الثابتة، بحيث لا تهزها العواصف والهزاهز، ولا تأخذهم الشبهات والجهالات والضلالات التي يثيرها الخصوم والمخالفون. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الذي قرأناه، قال: لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية. هاي كنه المعرفة هنا يعني المعرفة الأولية البسيطة مو مقبولة، لا ترفع عن الإنسان المؤمن نقصان الإيمان. متى يرتفع نقص الإيمان؟ إذا عرفه وعرفه بكنه المعرفة بالنورانية. كنه المعرفة يعني حقيقة المعرفة، الكنه يعني حقيقة الشيء ونهايته. هذه من المفردات التي ليس لها فعل، لا يشتق لها فعل. كن هي مفردة بحالها، تعني حقيقة المعرفة ونهاية المعرفة.
إذن الإنسان المؤمن إذا عرض نفسه على حديث النورانية وقول أمير المؤمنين وهو لا يعرف من النورانية شيء، لا بالمعرفة التفصيلية ولا بالمعرفة الإجمالية، هذا ناقص الإيمان. إذن إجقد أكو خطورة في هاي الحقيقة، وشنو لازم يسوي الإنسان حتى يعمل؟ هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن الذي لا يبالي بمعرفة النورانية ما يهتم، هسه لا يبالي عن عمد منه يقدر يوصل إلى هاي المعرفة ويتعمد ولا يبالي، أو عن جهل منه، إما عن عمد وإما عن جهل، يندرج في الشاكين المرتابين بولاية أمير المؤمنين، شاء أم أبى. هاي النتيجة تنطبق عليه، يعتبر من المقصرين المرتابين. هذا اللحوق، هذا الاندراج، واحد يقول خو هذا الجاهل هو ما يدري مو متعمد، شلون يصير ينطبق عليه عنوان الشك والارتياب؟ هاي القضية هم تحتاج مقدمة لازم أبينها، المطلب شوية ثقيل بس لازم نقوله بالنتيجة. العناوين والصفات اللي يتصف بها الناس على قسمين مو على قسم واحد. الأول العناوين القصدية الاختيارية، يعني الإنسان باختياره يصف نفسه بالصفة. القسم الثاني العناوين القهرية الانطباقية، يريد أو ما يريد، يقصد أو ما يقصد، العنوان ينطبق عليه. العنوان الأول مثلا الإسلام كمثال، إيش وقت ينطبق عنوان المسلم على الإنسان؟ متى؟ إذا أظهر الشهادتين عن قصد وإرادة منه وإقرار بقلبه، عن إظهار بلسانه وعن إقرار بقلبه. فإذا قال الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها في حالة النوم أو في حالة المزاح أو لا يقصدها بقلبه، قلبه لا يقر بها، هذا مسلم؟ لا ينطبق عليه عنوان الإسلام. متى ينطبق عنوان الإسلام؟ إذا أظهر الشهادتين عن إقرار قلبي صادق منه. أما إذا قال بالشهادتين ولم يقر بقلبه وفي قلبه مثلا أقر بخلافهما، كان منافقا، هذا يعد من المنافقين وليس من المسلمين. ليش؟ لأن عنوان الإسلام عنوان اختياري قصدي، لازم يقصده الإنسان. القسم الثاني من العناوين العنوان الانطباقي القهري، يريد أو ما يريد ينطبق عليه هذا العنوان، مثل عنوان الإنسان. الإنسان ينطبق على كل بشر، يريد أو ما يريد، قصد أو لم يقصد. عنوان العبد، يقال هذا عبد الله، هذا عبد من عباد الله، هذا عنوان انطباقي قهري، قصد أو لم يقصد. حتى من يجحد الباري عز وجل ينطبق عليه عنوان أنه عبد الله. إذن العناوين اللي هي صفات تنطبق على أهلها
ليست على وتيرة واحدة، هي على نحوين: قصدية اختيارية وانطباقية قهرية. الولاية لأمير المؤمنين بحسب حديث النورانية من قبيل العنوان الأول: قصدي اختياري، ولكن الشك والارتياب بها انطباقي قهري. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الذي لا يعرف مقامنا في النورانية سواء عن علم، عن عمد، أو عن جهل، كان شاكا مرتابا. النتيجة هاي تصير. يعني الواحد من يشوف مثل هاي النصوص شقد لازم يشتغل على نفسه، شقد حتى يطلع نفسه من هذا الوادي السحيق. زين، عنوان الشك والارتياب. ليش هذا الشكل يصير شاك ومرتاب؟ لأن الشك هم على قسمين: اكو شك فعلي واكو شك بالقوة. الشك الفعلي، الآن الإنسان يشك في مقامات الإمام، لا يذعن بقلبه لهذه المقامات، شاك بالفعل. اكو بعض الناس بالفعل ما شاك، بس يحمل في نفس الاستعداد للشك بالمستقبل، هذا يسموه شاك بالقوة. يعني شنو؟ هو الآن يمكن يكون مؤمن ملتزم يقبل بولاية أمير المؤمنين، بس مو عن إذعان وتسليم قلبي، لأدنى هزة، لأدنى زوبعة وفتنة يقع، يخرج من حالة الإيمان. لذلك وارد عندنا في الروايات وفي الأدعية أن الإنسان يدعو، يطلب من الله أن يكون إيمانه غير مستعار، لأن أكو بعض الناس إيمانهم مستعار. شنو يعني مستعار؟ يعني يوم يكون عنده إيمان ويوم يطلع من الإيمان، متزلزل غير ثابت. هذا الشاك المرتاب. ليش أمير المؤمنين يقول الذي لا يعرف مقام النورانية هو شاك ومرتاب؟ يمكن هو الآن مؤمن ولكنه شاك بالقوة، لأدنى هزة، لأدنى زلزلة يترك الإيمان ويتخلى. وشايفين في حياتكم الكثير من النماذج والشواهد لهذه القضية. فلذا في الأدعية تقول: اللهم لا تجعل إيماني مستعارا، اجعلني من الثابتين لا من المعارين. معار يوم يصير مؤمن ويوم يخرج من الإيمان. هاي القضية هم ملفتة. زين، أكو رتبتين هنا في الجهل بولاية أمير المؤمنين، رتبتين ذكرتها الرواية: رتبة الشاك ورتبة المرتاب، اللي يفهم منها أنه الشك غير الارتياب. الشك يعني شنو؟ الشك الإنسان الذي لا يعلم يقع بين طرفين لا رجحان لأحدهما على الآخر، يتساوى الأمران بالنسبة إليه، هذا يسموه شاك. إذا مال أحد الطرفين عن الآخر بنسبة يصير ظن، إذا مال أحد الطرفين عن الآخر 100% يصير يقين. فإذا تساوى الطرفان عند الإنسان يصير شاك. إذا مال بعض الميل
في أحد الطرفين يصير ظان، وإذا مال ميلا كليا يصير متيقن. هذا هو الشاك. الشاك يعني الذي لا يعلم أي الطرفين هو الصحيح. المرتاب أخطر من الشاك. المرتاب منه هو الذي يكذب بالشيء متهما إياه، يتهمه. لذلك الله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مو كنتم في شك، كنتم في ريب. ليش؟ لأن هذول اللي كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإيمان وجاءهم بالقرآن كآية كمعجزة، اتهموه، قالوا هذا الكتاب الذي جاءنا به ليس من عنده، يملى عليه من قبل آخرين، يملى عليه. وبعضهم كان يقول هذا الكتاب والعياذ بالله افتراه، جاب من عنده هذا الكتاب. فمو فقط كانوا يشكون به، كانوا يشكون ويتهمون. أحيانا المؤمن تجاه إمامه ينتقل من حالة الشك إلى حالة الريب، ينتقل. وما أكثرها من الشواهد لهذه القضية. منين ينشأ هذا؟ من ضعف المعرفة. إذا المعرفة تصير ضعيفة يصير الإنسان شاكا ثم مرتابا. إذن الإمام صلوات الله عليه في حديث النورانية يحذر الموالين أن لا يتوقفوا في المعرفة على شيء. لا يكفي أن الإنسان يكون مواليا وخلص، يكون شيعيا وخلص، يكون مؤمن وخلص. هذا الإيمان ممكن يكون مستعار، هاي الولاية ممكن تكون مستعارة، تكون موجودة في زمان وتزول عنه في زمان. هذول اللي بعضهم يخرجون عن الإيمان، بعضهم يخرجون عن الإسلام، بعضهم يخرجون عن الولاية، شنو سببه؟ هو هذا الاستعارة في الإيمان والإسلام. إذن إيش قد لازم الإنسان المؤمن يشتغل على هاي القضية ويعمل حتى يبلغ المراتب العالية. إذا أعطى من وقته ومن جهده لمزيد المعرفة حصل على فوائد 3 مهمة يبلغ بها المراتب العالية. الأولى: يخرج نفسه من مرتبة الشك والارتياب إلى مرتبة الإيمان. هذا خروج من الظلمات إلى النور. الشك والارتياب ظلمات أمام البصر وأمام البصيرة. الإنسان من يصير شاك بشيء ومرتاب بشيء يدرك هاي الظلمانية اللي يصير أمام بصره وأمام بصيرته. فإذا عمل على معرفته واشتغل أخرج نفسه من ظلمات الشك والريب إلى نور الإيمان. هاي فائدة عظيمة جدا يحصلها الإنسان. الفائدة الثانية: يخرج نفسه من الإيمان المستعار إلى الإيمان الثابت. هاي حسن العاقبة اللي كثر ورودها في الأدعية وفي الزيارات. إلى ماذا تشير؟ تشير إلى هاي الحقيقة. الإنسان يمكن 60 سنة 70 سنة ملتزم عامل، لما يدنو أمره إلى أجله وقبره ويتحاسب على كل شيء يقع في الشك والريبة.
لذلك الإنسان لازم دائما يسأل من الله حسن العاقبة، وأن لا يكون إيمانه إيمانا مستعارا بل مستقرا. الفائدة الثالثة: يدرج نفسه في المؤمنين الذين امتحن الله قلبهم للإيمان. والتصنيف في الروايات 3: أهل المقامات، إما نبي مرسل أو ملك أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. الباقي شنو؟ تقصير وشك وريبة وكل هذا. شقد هذول نسبتهم في الناس؟ هذه المرتبة حتى يبلغها المؤمن يبلغ مرتبة امتحان القلب، لابد وأن يلتزم بأمور أقولها على نحو السرعة حتى واحد لا يسأل يقول خوب شلون إحنا نخرج نفسنا من الظلمات إلى النور. 3 أمور يلتزم بها. الأول: أن يسعى سعيا متواصلا لطلب المعرفة. مما يؤسف له حقيقة أن عادة الإنسان الدنيا وشواغل الدنيا هي اللي ماخذته، من الصبح إلى الليل فكرة بدنياه، فكرة بمأكوله، فكرة بمشروبه، بسكنه، بلباسه، بعمله. شو وقت يفكر لآخرته، لعقله، لقلبه؟ الإمام الحسن عليه السلام يقول: عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله. حقيقة قضية عجيبة هاي، يعني الإنسان صاير بعض الناس في غفلة بدرجة وموت للبصيرة وللقلب، بحيث كل همه دنياه الزائلة بنعمها الفانية، بأمراضها ومشاكلها ومنغصاتها. النعيم الدائم تاركه، المعارف والعلوم وتهذيب النفس اللي هذا به يكون إنسانا تاركه، ومشغول بما يكون به حيوانا. الطعام والشراب والنكاح وذن شنو؟ هذه حقيقة مشتركة بينه وبين الحيوان. بس شنو ميزة الإنسان عن الحيوان؟ بنفسه، بروحه، بعقله، بقلبه، بأخلاقه، بهذه. إنسان من الصبح إلى الليل مشغول، معارفه اللي بها يصير إنسان ويصير مؤمن تاركه. فالطريق الذي ينجيه ويخرجه من هذا الوادي السحيق أن يطلب المعرفة ولو مقدار من وقته، ولو باليوم جزء من وقته، بالأسبوع جزء من وقته، حتى ينجو من هذه القضية. وبشي يسوي؟ يطلب المعرفة. يطلب المعرفة عبر قراءة القرآن والتأمل في آياته، قراءة الروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين والتأمل في مضامينها، ثم النظر في دلائل الأئمة عليهم السلام في كل مجال. والمسند لكل هذا الدعاء والتوسل. المؤمن يطلب من الله أن يزيده معرفة، يزيده إيمانا. طلب المعرفة وحدها بدون دعاء مو كافي، يحتاج دعاء. هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني الارتباط بالعلماء الربانيين الذين ينورون عقولهم وقلوبهم، يزكون نفوسهم، يهدونهم إلى الصراط المستقيم. بدون علماء الناس في عمى. الروايات تصف العلماء، تقول السراج المنير، تقول حصن الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. بدون الارتباط بالعلماء الربانيين يبقى الإنسان تايه. هو وقت ما عنده للتفرغ لطلب المعرفة، بالعلماء الربانيين هم يرتبط. وين راح يروح؟ ورا جهله وضلالته وشيطانه والناس اللي يخدعوه ويضللوه. الأمر الثالث أن لا يستمعوا للشكاكين والمرتابين. بعض الناس هو ما عنده قدرة معرفية عالية، ما مرتبط هم بعلماء ربانيين يهدوه إلى الصواب، أو إذنه مفتوحة للفضائية الفلانية والموقع الفلاني والشبكة الفلانية، مجموعة من الضلال الضالين والمضلين، مجموعة من الشكاكين المرتابين، هو هم راح يصير مثلهم. فإذا الإنسان يشوف نفسه هالشكل وراح يستمع إلى شكاك وضال وضل، هو مسؤول عن ضلالته، هذه راح يحاسب عليها. إذن المطلوب من المؤمن حتى ينجو من الظلام المحيط به التفقه والمعرفة بعقيدته، تكون عقيدة عن اختبار قلب، عن امتحان قلب. إذا ما يكون هكذا، لاحظوا أمير المؤمنين كيف يصفه. في رواية عنه عليه السلام عن أمير المؤمنين تعزز هاي الحقيقة التي ذكرناها. يقول المتعبد، يعني مو قاعد شغل وعمل ما عنده، متعبد. المتعبد على غير فقه، ما عنده تفقه، عنده بس تعبد، كحمار الطاحونة. تشبيه شديد. يدور ولا يبرح، بس يدور، تقدم ماكو، ارتقاء ماكو، حلقة يدور حولها بس. أعمى العين، أعمى القلب، شاك، متحير، دايخ، هذا يصير. منو هذا؟ متعبد بس على غير فقه. وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. العالم ربما ليله نائم والعابد ساهر، نوم هذا أفضل من عبادة هذا. لأن العالم يعلل المسألة، يقول لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، ما ينجر وينخدع. وتأتي الجاهل، يعني الفتنة، فتنسفه نسفا، ما تبقي له شيء بعد. وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك.
إذن المسألة تدور على كثرة العمل لو على كثرة العلم والمعرفة. الدين معرفة أولا، أول الدين معرفة الجبار، وآخره تفويض الأمر إليه. هاي ما تجي بكثرة عمل، تجي بمعرفة. هاي الرواية من روايات الاختصاص، من شاء فليرجع إليها. إذن الجاهل على خطر عظيم. أولا هو في ظلمات، ثانيا موصوف بالشك والارتياب، ثالثا إيمانه مستعار، رابعا إذا جاءته الفتن نسفته نسفا. خلي يكون حالته هذه عنده سعادة وراحة بال، هذا عنده استقرار نفسي، استقرار قلبي، وثوق بحسن خاتمته، بحسن آخرته وعاقبته. في رواية أخرى لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: السعادة التامة، هاي السعادة اللي كل الناس تطلبها وفانية أعمارها لأجلها. لاحظوا أمير المؤمنين يقول السعادة وين الإنسان يحصلها؟ السعادة التامة بالعلم، مو بالشهادة التخرج، مو بالمنصب الوظيفي والحكومي، مو بالمحلات التجارية، مو بالأموال، مو بالقصور، بالعلم. السعادة التامة. والسعادة الناقصة بالزهد والعبادة. سعادة هي، لأن الإنسان كل ما يتجرد من الدنيا سعادته أحسن. كل الهموم والغموم والمنغصات منين جاية؟ من هالارتباط بالدنيا هذه. إذن العلم سعادة تامة، الزهد والعبادة سعادة لكنها ناقصة. فما أجمل بالإنسان إذا جمع الاثنين، جمع العلم والزهد. والعمل من غير علم ولا زهادة تعب الجسد، بس تعب ما له ثمرة. هذا يفهم أهل القلوب هذا الكلام. لذلك تلاحظون أن الإنسان كلما يرتقي في علمه ومعرفته يزداد زهده في الدنيا، والدنيا عنده لا تسوى شيء. كل ما ازداد معرفة وكل ما ازداد جهل تمسك بالدنيا أكثر. هاي حقيقة من الحقائق التي نستفيدها من هذا الحديث. أكو حقائق أخرى إن شاء الله بكرة نكمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن لله في جمالك نورا شع في دروب الأنبياء، أنت في العقول آية حق، وفي القلوب حجة الأتقياء. إن كابر الحاقدون وخانوا لن يطفئوا الشمس في العليا.